اليوم فريكاسي تونسي بأسهل طريقة. ما تنسوش تعملوا لي ابوني وتابعوا الفيديو. خذيت فرينة، ملح، عسل، ياغورت طبيعي، عظمة، خميرة، ومي يكون دافي على الاخر، معناها يغلي شويه. والعسل هذا عسل حر ما شاء الله تبارك الله، تخدم في اختي اللي حب عليه نجم يوصيني نقول لها ناخذ هذاك طريف الملي في الكاس، كيلو بالكاس اللي عندكم وحسب الكونتيتي اللي انتم تحبوا عليها. من بعد نحطوا فيها كعبة الياغورت ورد هذيك الكل كامله كما قلت لكم. ومن بعد نبدو نحركوا فيها لين الماء يرجع دافي شويه، يعني مقبول. كي نحطوا صبعنا في الماء يبدا دافي، يعني ماهوش بارد وماهوش يغلي. نحركوا مليح 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 مليح. من بعد نزيدوا طريف هذاك العسل. لاستيس هذه شنية حاجتنا بها تخمر في ساعه، يعني تنجموا تعوضوا العسل بالسكر ولا اي سيرو، اي حاجه حلوه. كملت حطيت العسل وخلطت، ولا هنا تاكدت اللي الماء نتاعي ولا دافي ماهوش سخون برشا باش ما يقتليش الخميره. زدت الخميره وحركتهم كل مع بعضهم وخليتها ترتاح تراجين ربع ساعه. اما انا الحق باش ما نكذبش عليكم ما خليتهاش من با 4 دقائق، وجيت باش مزروبه شويه وبنتي ولات تبكي. دونك ريتو بخسك قاعده باش تولي تعمل كشكوشه. ريتو كي تبدا هي تخمر تبدا عامله كشكوشه هيك اللي هي معناها تفاعلت مع الخميره. الحاصل رجعت حطيت كعبة العظم. نورمالمون انا نزيدها هنا شويه زيت، اما انا ما حطيتش الحق، لغيتها الحكايه. ومن بعد بديت شويه بملح، وبديت الفرينه نكيل. الكاس هذاك عملت منه 5 كيسان. الكاس اللي صورت لكم هذاك عملت منه 5 كيسان. حسيلو تبدا تحرك مره بالفويه هيك مليح 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 مليح، تخلط باش ما تلصقش في ايدك، عرفت؟ انا تخلط مليح مليح بها، وتزيد بشويه بشويه الفرينه. وراو لهنا الفرينه حسب الفرينه اللي عندك، معناها حسب الفرينه اللي مستنس انت تخدم بها. مهمش كل كيف كيف، فهمت؟ ساعات تاكلك شويه وساعات تاكلك برشا، فخاطر فما فرينه هذيك اللي تشيح، مش اللي معناها تشرب بالوقت معناها تطوعك في الخدمه. اخدم بالفرينه اللي حسب اللي انت متعوده به. وانا هكا كما تراو نعجن فيها هكاك بدايه وليت بيسك ولت طريه. اما راهو الفريكاسي ما تستحقش برشا عجنان، معناها دوبه تلمي العجينه، معناها هيك ما تستحقش اللي فور البرشا برشا برشا برشا، معناها عادي شويه من با، معناها حكايه دريج هكاكا وانت تعجني معناها تكون الكمريقله. ولهني نحيتها من الصحفه باش نخدمها على الرخامه، ومن بعد باش نقسمها كل طريف شويه. وانا لهنا وانا نخدم جتني فكره، عندي قالب متاع فريكاسي صغير، يعني تعمل متاع ميني فريكاسي. قلت هيا خلينا نجربه. خذيت العجينه قسمتها على زوز، والحق متاع ربي راني خدمت على نهارين. النهار الاول جربت على ميني فريكاسي هيك خاطر ما يزينيش الوقت. قسمتها ورا ما تخافوش عليها العجينه تبقى، وبالعكس على قد ما تزيد تبات على قد ما تزيد تخمر وتطوعكم في الخدمه على الاخر. فلا قسمت الديبول اللي عندي والاخرى خبيتها وخدمت بهذه. اول حاجه خدمت هي الميني فريكاسي، عجنتها بالبيت. وهنا خذيت الطريف الاول بديت نخدم فيه، بديت نحل فيها بالقلقال. ماذا بكم ما تخشنوش فيها برشا وما ترققوش فيها برشا، خاصه ما ترققوش فيها برشا، يعني اقل حاجه تكون 1 سنتيمتر 1.5. هذا اقل حاجه انكم نجموا معناها تكون رقيقه. وهذا نوري فيكم في القالب اللي عندي متاع الميني فريكاسي. من بعد حسيتهم الحق صغار برشا 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 برشا. من بعد تشوفوهم كي نجي نعمل فيهم الحشو لقيتهم لا ما همش سامحين، يعني ما ظهروش مزيانين. هذوم متاع تحسهم كي باش تعملوا معاهم ميني بطبوط ولا ميني بيتزا، يعني وقت تبدا تعمل برشا حاجات، فهمتوا؟ يكون بلاتو فيه برشا حاجات، فهمتوا؟ اما الحق ما عجبتنيش برشا. بعد ما تشكلوهم تاخذوا كل واحده هكاكا وتعملوا زي ما درت انا في الفيديو، تجبدوها شويه باش تاخذوا الفورمه نتاع الفريكاسي. وما تخافوش راهي ما تتلصقش وراهي ما يعسر لها حتى شيء. ومن بعد خليها ترتاح ربيع ساعه 4 دراج. في الوقت اللي انتم ديجا تبداو تغطوا في المعون وتعملوا دوره في الكوجينه. بغيف حق هذا من غدوه انا حبيت نحط لكم في نفس الفيديو. خذيت الطريف اللي قاعد عندي طريف العجينه وحليتها. هنا حبيت نعملها خشينه شويه، الحق اخشن من الفيديو اللي قبله واكبر في التايم. انا حبيت نعمل هنا شو اسمه معناها الخشينه الفريكاسي تكون كبيره.
خذيت الطابو اللي عندي بتاع الحكه كبير شويه، شكلت به هو مليح وكهكم تراو ما كثرتش ياسر فرينه وراهي ما تلصقتليش. وهذيك الكعبه اللي عندي او مره حطيتهم هكاك، بعد فكرت لي انا لازمتني نجبدهم شويه هكا، ما نجبدهم شويه باش ناخذ فورمه الفريكاسي. فوالا وحطيتهم الحق هنا، رتحتهم اكثر من الفيديو اللي قبله. هاو حطيتهم في صينيه كل واحده وغطيتهم، ومن بعد بديت نقلي بالوحده. وفوالا هاوين كيفاش يكون شكلهم، راهم يتنفخوا بالحق. وريتك يعملوا ذاك تحسيهم يتشاركوا شويه، دوبا ما تحسوها تحلت ماذا بكم تقلبوها. وهذه الفورمه الصغيره متاع الفريكاسي انا حبيت نوريها لكم. وراي بالحق طيحت لي بخسك 30 كعبه هكاكا من بين الكبار والصغار، وتبقوا تقلبوا فيها هكاكا ماذا بكم مش يرد الكل تدقلي، لازم تكون الزيت غير فيه، يعني كيف تقلوا في حاجه تكون غرقه شويه. ولا هذا مكعبات الصغار متاعي حضروا. وخذيت هنا الحشو بطاطا مرفوسه طيبتها، حطيت فيها شويه تابل وكرويه وشويه ملح، وخذيت تن وعظم. لهنا مع نص اختياري، عملت في الصغار اما عملتش في الكبار. زيتون، وخذيت هريسه زدت فيها شويه زيت زيتونه، مش شويه بالحق برشا زيت زيتونه وشويه ماء وملح، وخلطتها مليح. وهنا حبيت نوريكم من داخل كيفاش تكون ما شاء الله. انا طيبه على الاخر وما هيتش معجنه، وراي كيف تكمشوها تتكمشوا معكم، غير انا ما حبيتش نفسد الشكل متاعها. وراي بالحق طريه مش نورمال. من بعد تبدو تعبوا هكاك، تحطوا الهريسه، من بعد البطاطا العظم قصيته فوالا طرف. من بعد تحطوا التن، رشه معدنوس، زيتون، وهكا تكملوا تعبوا الكعبات الاخرين اللي عندكم الكل كما تراو في الفيديو. قال هني نعبي. وبصراحه ندمت اللي عملتهم صغار، خاطر بنت الفريكاسيه بالحق بنتها وكي تكون كبيره بشكلها الطبيعي، يعني ماهيش كي صغيره حسيتها صحيح هيك محلاها في المنظر كي تبدا مع حاجه هيك مخلطه، اما باش طيبها هي وحدها هكاك الحق انا ما عجبتنيش بيرسونيلمون. هني تمنيت لي خدمت معاها بطبوط وميني همبرجر وميني بيتزا بالحق يكون بلاتو مشكل. وهني كملت عبيت كعبات الصغار اللي بقولي كما ترى في الفيديو. من بعد تعديت للكعبات الكبار، حبيت نوريهم. خذيت سكينة منشار، انا زي من سكين تاع خبز باش تقص لكم بالكدا وفوالا شوفوه من داخل ما شاء الله بالحق طيبين، مع انها لهنا العجينه هذه باتت وجت بالحق طريه. ولهنا كعبات الفريكاسيه متاعي حضروا. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، تابعوا الريسيت وما تنسونيش في جيم وكومنتير وابوني للشين وشجعوني، وان شاء الله كل مره نحط لكم فيديو جديد بريسيت جديده. نهاركم زين.